السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة كده يا بنات هنتكلم مع بعض عن التوت وفوائد التوت، يعني بما اننا احنا كده في الارياف. فهوريكم كده جولة كده مع شجر التوت عندنا في الأرياف. زي ما انتوا شايفينه كده التوت عامل ازاي في الشجرة. ما شاء الله التوت ده من أنواع الفاكهة جميلة جدا. يعني سبحان الله بيبقى طالع كده في الشجرة، ولا باخد أي هرمونات ولا أي أدوية ولا أي حاجة خالص. ما شاء الله بيبقى طالع طبيعي كده اهو زي ما انتوا شايفينه كده في الشجرة. ما شاء الله التوت يعني من الفاكهة اللي طعمها جميل جدا وطعمها لذيذ خالص اهو زي ما انا بوريكم كده. التوت طبعا يا بنات يعني بيبقى مفيد جدا للاطفال، بيبقى فيه فيتامين سي، ويعني بيساعد كده في تحسين وظائف الدماغ عند الاطفال، وبيقوي جهاز المناعة، ويعني بيحمي الجسم من الامراض. يعني التوت فوائده جميلة جدا. يعني طبعا في ناس انا عارفة ان هم مش عندهم ارياف وكده، فيعني مش بيجيبوا التوت دوت الا كل فين وفين. فما شاء الله يعني بما اننا احنا في موسم التوت، يعني الموسم التوت بيجي في الربيع، بيجي في موسم الربيع عندنا. ما شاء الله زي ما انتوا شايفينه كده. وبعد كده خدناكم بقى جولة كده عندنا في الأرياف في الأرض زي ما انتوا شايفينه كده، وبين الشجر بتاع التوت اهو كده. ما شاء الله يعني التوت من الفاكهة الطبيعية والحلوة جدا للأطفال. طبعا زي ما قلت لكم بتحمي الأطفال من أي أمراض، ويعني بيحمي الجسم كده من التلف يا بنات، وبيعزز صحة البشرة عند الأطفال برضو، وطبعا للكبار. يعني الكلام دوت طبعا للأطفال والكبار. ما شاء الله التوت يعني مسكر وجميل وفاكهة طبيعية وحلوة جدا. وزي ما انا بوريكم كده، انا كنت قاعدة في الارض وجبت نعناع اخضر كده زي ما انتوا شايفينه. ما شاء الله جميل جدا، وريحته ريحة النعناع كده يعني كفاية كده لما تعملي كوباية شاي وتحط على ورقة نعناع كده وهو اخضر جميل كده منعنع اهو زي ما انا بوريكم شجر التوت زي ما انتوا شايفينه كده. ما شاء الله. وجولة طبعا بين طبعا الارياف والطبيعة، وكفاية بقى الهوا اللي يرد الروح. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. وده اليوم بتاعنا اتكلمنا فيه عن التوت، وطبعا خدناكم جولة كده بين الارياف والطبيعة. وما شاء الله زي ما انتوا شايفينه كده. وطبعا احنا اكلنا توت وكان طعمه جميل جدا. عايزه اقولك بقى لو اول مره بتشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.